طبعا هتبقى شهاده مجروحه مال اللي عامل ماركتنج. انا حافظ الموضوع ده. بس خلينا نتكلم مثلا الماركتنج بيبتدي من اول فكره البيزنس نفسها، مش بيبتدي ان انا مجرد ان انا نزلت بوست على السوشيال ميديا. يعني من اول لما تقول انا هفتح بيزنس وخلاص هو ماركتنج. لان البيزنس زي ما الناس بتقول لك على الجود سايد منه ان انت تروح الشغل براحتك وتيجي براحتك وبتاع، مش عايز ان انا اصدم الناس واقول لها يعني البيزنس فيه دارك سايد كبير قوي. فانا كنت اعمل الويب سايت واعمل الاد واعمل كل حاجه واروح المطعم بقول له انت عملت لك كذا 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 تمام. كنت بتفق شويه مع اصحابي ان هو يروح يقولوا لي احنا شفناك على جوجل وكده وجينا. دايما شورت فورم فيديوز، ان انا اعمل فيديوز صغيره، الفيديوز الصغيره دي اوصل بيها معلومات صغيره لان الناس بقى عندها شورت اتنشن سبان. كارير كافيه بودكاست برعاية سكاتش، تقدروا تسمعوا على أنغامي أو تشوفوه على يوتيوب. أهلا بكم، أنا ريم وإحنا في حلقة جديدة من كارير كافيه. الحلقة اليوم مهمة قوي لأي حد مهتم من ميدان التسويق الماركتينج. فضيفنا عنده 18 سنة خبرة في المجال، عنده ماركتينج ايجنسي وهو برضه بيزنس كوتش. فأهلا بيك يا محمد. اهلا بيكي، ايه الاخبار؟ الحمد لله، وانت؟ مبسوط ان انا معاكي. وانا برضو عندنا نعرف بعض عندنا سنة واول مرة، فانا انا مبسوطة قوي انك ضيفي من اول ضيوفي في كارير كافيه. ربنا يخليك، يعني زي ما قلت لك قبل كده انت بالنسبة لي منتور، بتعلم منك تقريبا كل يوم في السنة دي. الله يخليك. دي يعني شرف كبير ليا ان انا اكون موجود معاكي. طب قولي لنا ازاي ابتديت مسيرتك؟ طيب باختصار شديد انا يعني اتخرجت زي الناس تقريبا من 2006 تمام. اول لما اتخرجت بدأت شغل عادي في شركة بتاع كول سنتر. كول سنتر كان كنت I was selling digital marketing، او مش digital marketing، كان في حاجة اسمها yellow pages زمان تمام. كان yellow pages دي كانت عبارة عن الفون بوك، بس بعد كده تحول اونلاين. فكان كنت بشتغل في يعني زي ما يقولوا كده ايه فودافون واورنج دلوقتي، كنت بشتغل في اورنج مع شركه اسمها سوبر بيجز، كانت من فرايزن تمام. فرايزن زي فودافون كده هنا في مصر، كانوا عاملين حاجه اسمها superpages.com. فكنت شغال، كنا بنقول امريكان بزنسز هناك وبتاع، ونقول لهم ان انت جيت ليستد يعني اون اور دايركتوري والكلام ده كله. ما كانش فيه لسه سيرش انجن قوي يعني فاهم زي جوجل او الكلام ده كله، كان لسه يعتبر في البدايه. فاحنا كنا بنبيع للناس للبيزنسز الموجودين لوكال بيزنسز مينلي زي بلامرز مثلا او الناس دي كلها. من هنا بدات ان انا اتعمق اكتر في فكره يعني ايه ديجيتال ماركتنج، يعني ايه الناس دي. وكمان انا كنت لما كنا بنتكلم امريكان بيزنسز فاللي هو كان الموضوع كان بالنسبه له مهم ان هو يكون موجود. فده كان بدايه التعارف مع فكره الديجيتال ماركتنج. بعد كده اشتغلت شويه او بدات ان انا اذاكر اكتر فكره جوجل ادز والكلام ده كله. بعد كده سافرت رحت كورنيل او رحت اثيكال نيويورك، رحت كورنيل يونيفرسيتي، خدت الام بي بتاعتي في الماركتنج هناك بقى يعني. بلس طبعا الام بي كان من اهم الحاجات اللي انا اتعلمتها هناك ان انا اكون هاسلر اكتر. هاسلر ازاي؟ اثيكا هي كانت مدينه صغيره شويه، فيهاش غير كورنيل يونيفرسيتي وشويه مطاعم وتلج. ده اللي بتتميز بيه يعني اثيكا. فكان عشان خاطر برضو الواحد يعرف يدفع الام بي اي، فكان بيشتغل طبعا شغلانات العاديه سواء ان انت تشتغل ويتر او الكلام ده كله. فاكتشفت ان انا عندي مشكله ان انا مش ويتر كويس، انا عندي بالانس راح في داهيه. انا مش اي حاجه مني. طيب وانا محتاج ان انا اعمل فلوس. كانت بدايه الانترودكشن بتاعتي ان انا اعرف حاجه اسمها جوجل ادورز، او ان الناس تقدر تجيت ليستد على حاجه اسمها بيبر كليك كامبينز. طب انا عندي مطاعم وانا عندي نوليدج، والنوليدج مش كتير عند الناس. فبدات ان انا اتكلم مع كذا مطعم خصوصا ميكسنج ريستورانت شويه ان هم يجيت ليستد على جوجل، خصوصا ان في طلاب كتير بتيجي للمنطقه دي فلسه بتجيت انتروديوست للمنطقه. انا عايز مطعم مكسيكان، انا عايز مطعم امريكان، انا عايز برجر، انا عايز بيتزا، انا عايز وات ايفر. فانا هعمل اول حاجه هعملها ايه؟ هي كانت سيرش. ما كانش فيه برضو فاهم يعني سمارت فونز قوي ساعتها، يعني افتح اللابتوب او افتح الكمبيوتر اشوف ادور على مطعم والكلام ده كله. ما كانش حتى في حاجه اسمها لوكال ليستنجز اللي احنا بنشوفها يعني. فكان اول مهاره انا اتعلمتها ساعتها كانت ان انا اعمل ويب سايت. كان في اوبن سورس اسمه جوملا، ما اعرفش انت عارفاه ولا لا. كان بدايه الحاجات اللي انا اعرف اعمل بيها ويب سايتس يعني.
وبدات ان انا اروح المطاعم اقول لهم ان انا ممكن اعمل لكم ويب سايت يبقى فيه المنيو بتاعكم، وان انت تقدر تختار كي ووردز معينه تظهر جوه اثيكا، والناس لما تيجي تعمل سيرش هتلاقيك. في الاول ما ينفعش اول موضوع، فاكتشفت كده حاجه في جوجل، خصوصا لما بتخش حاجه اسمها جوجل، كان ساعتها اسمها جوجل بارتنر بروجرام او جوجل ادورد سيرتيفايد سبيشالست، ان هو بيديك برومو كودز. فبالبرومو كودز دي كنت ساي مثلا انت عندك مطعم، فانا كنت اعمل الويب سايت واعمل الاد واعمل كل حاجه واروح المطعم بقول له انت عملت لك كذا 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 كذا، تمام. كنت بتفق شويه مع اصحابي ان هو يروحوا يقولوا لي احنا شفناك على جوجل وكده وجينا فيك ات انت اليوم ميك ات بالظبط كده. فاكشلي it was pretty fun. I got my first client مثلا بعد شهرين ولا حاجه، بدات ان انا اخد سيرفيس فيه صغيره، بعد كده بدات ان انا اعمق في الموضوع اكتر، وده طبعا كويس بالنسبه لي. كنت بدفع الرنت بتاعي، كنت بدفع مصاريف الام بي اي، الكلام ده كله. بعد ما اتخرجت طبعا كنت اتخرجت في 2010 تقريبا، بدات شغل هناك في شركه اسمها Performix هي performance marketing agency او من اوائل البرفورمانس marketing agencies تقريبا في العالم يعني. اول قطاع انا مسكت فيه كبزنس كان الاوتوموتيف اندستري، كان اول كلاينت بالنسبه لي كنت انا ماسك له البرفورمانس ماركتنج على جوجل، كان BMW، تمام. ده كان بالنسبه لي نقله كبيره جدا، من ان حد شغال فريلانس اللي بعد كده اشتغل في شركه وفي مانجرز وفي دنيا والكلام ده كله. بس I was lucky enough. هو اول 3 شهور ما كانوش اكتر حاجه يعني كويسه، كان عندي مانجر بتاعي كان اسمه جاك هولز، ما كانش احسن حاجه يعني الدنيا. بس ده سكند مانجر اسمه جيف بونو، ده تقريبا اكتر حد influence my life. الطريقه بتاعته في المانجمنت، الطريقه بتاعته في ان هو يديفلوب السكيلز بتاعتك، الطريقه بقى الاهم ان هو ازاي يقدر يشوف فيكي تالنت بتفت somewhere else. يعني انا كنت هناك كنت حاجه performance specialist، هو شايف ان انا I talk well I communicate well، فتعالى انا شايف انت ممكن تكون في البيزنس ديفلوبمنت والاكونت مانجمنت اكتر. ودي كانت بدايه الترانسفورميشن بتاعي في حته الكارير. بعد كده حصلت ثوره في مصر، فكنت انا من المتفائلين ان الدنيا هتتحرك يعني، ورجعت في 2011 اخر 2011 بس، واستقريت هنا. اشتغلت في كذا شركه، طبعا في فرق كبير شويه في الدنيا، منها ان انا في يعني خدت خبره كويسه في الماركت، اشتغلت برضو في ايجنسيز واشتغلت برضو مع شركات تانية. 2013 كنت قررت ساعتها ان انا I start my own business. انا ما كنتش عارف اشتغل ايه يعني انا فاكر في 2013 قبل رمضان I was getting paid well وكل حاجه زي الفل وما فيهاش اي مشكله، بس هو فجاه كده انا جالي زي ما بيقولوا ايه الوحي اللي هو انت محتاج تفتح الحاجه بتاعتك. ليه ما اعرفش، بس انت محتاج تعمل ده. اول حاجه كانت جات لي ان احنا كنا داخلين على رمضان، وانا قررت انا مش عايز اشتغل في رمضان ولا كان قرار بتاعي هستقيل بعد كده اشوف الدنيا تمشي ازاي. فعلا ده حصل. انا كنت يعني قدمت الاستقاله بتاعتي يعني وريزيجنيشن بتاعتي وسبت الشغل في رمضان. انا كنت عايش حياتي عادي، بس بعد كده كان التفكير هل المفروض اروح لشركه تانية ولا try out my luck. وده اللي حصل، ان انا I tried out my luck. بدات الايجنسي بتاعتي كانت حرفيا كنت انا لوحدي وحد تاني معايا وفروم ماي هوم، وكنا بنكلم طبعا كونكشنز معظمها عندي كانت في US، كنا بنكلم كاستمرز اللي انا اعرفهم يعني في US وبتاع offering the services اللي هي كانت mainly برضه performance marketing يعني. بس fast forward يعني للتايم اللي احنا فيه، فدلوقتي معايا ليموناي في براند انا دلوقتي انا ومراتي يعني شغالين عليه اسمه Aromaverse. ده حاجه انا بنتكلم فيها، ويعني I helped a lot of businesses الحمد لله يعني throughout my journey في 10 years اللي فاتوا. فده كده باختصار يعني، بس مش عارف ازاي باختصار يعني. عندي كم سؤال اتفضلي. اول حاجه حسب قلت لي في فرق بين الاكسبيرينس بتاعك بين الشغل بره والشغل في مصر، صح، في الشركات. فايه الفرق ده بتشوفه يعني؟ طيب هو في حاجتين مهمين، منتاليتي وسيستم. في مشكله شويه في مصر ان منتاليتي موظفين بتبقى مختلفه شويه عن منتاليتي صاحب الشركه. هو منتاليتي صاحب الشركه هو
بيفكر دايما how to get more money which is right. بس لازم يكون في اولا شفافيه ما بينه وما بين الموظفين. يعني اوكي عايز توصل لتارجت معين، يعني ولنفرض مثلا التارجت ده انا عايز اجيب $1 مليون في سنه. اوكي عشان اوصل ل$1 مليون دي انا محتاج ان انا بريك داون النمبرز نفسها. فالمشكله هنا في مصر ان في سي اوز كتير ما عندهمش اويرنس بالنمبرز نفسها. يعني انا عايز $1 مليون بس عشان اوصل ل$1 مليون ده هيتم ازاي؟ تمام. فما عنديش اللي هو النو هاو هبريك داون بقى الكلام ده كله ازاي. فما فيش حته ان انا اقسم الشغل بتاعي ازاي. مشكله 99% من الحاجات في مصر ان ممكن المانجر هو اللي يكون شايل الشغل، مش بيديستريبيوت التاسكس بتاعته على الناس اللي تحتيه. فده سيستم كان مختلف تماما هنا في مصر عن اللي انا شفته في US. انا كان الحد الوحيد اللي انا بتعامل معاه هو المانجر بتاعي اللي هو جيف بونو. جيف كان هو اللي بيديفلوب ماي سكيلز، هو اللي كان بيهاف ا كونفرزيشن معايا، هو اللي كان بيحاول لو انا عندي اي حاجه مثلا في مشكله او الكلام ده كله بيكوميونيكيت. انا مثلا المدير بتاعه انا ما اعرفوش قوي، اللي هو انا اعرفه عشان خاطر مثلا ممكن نشرب كوبايه قهوه مع بعض بتاع، بس اللي هو ما عنديش يعني ما فيش حاجه في الشغل ممكن اتكلم فيها. نفس الموضوع المدير بتاعه. ففي لايرز كتير قوي على بال ما بيجي لك التاسك نفسه او الفيجن نفسها. هي الفيجن من فوق والله الشركه عايزه اجيب كذا، بس انا مطلوب مني مثلا ان انا اجيب $1000 او ان انا مثلا معايا 10 كلاينتس I need to maintain الساتسفاكشن ريت بتاعي لمده سنه 90%. يعني ايه؟ يعني 9 كلاينتس من ال10 اللي معايا دول يكملوا معايا للسنه الثانيه، فساعتها هنعرف ناتشيف النمبرز بتاعتنا. فطبعا السيستم هنا مختلف شويه. يعني السيستم هنا دايما بيبص لفكره يعني ما فيش يعني تحس الدنيا سلطه لا مؤاخذه بالكلمه شويه. وطبعا انا مش بعمم يعني، بس في شركات كتير انا اشتغلت فيها للاسف انا حتى ابسط حاجه ما كانش في اورينتيشن. انت اشتغلت تمام ادي الاوفر تمام تعالى بقى بقى يلا اشتغل. اعمل ايه يعني؟ انا اعمل ايه يعني؟ اي لا اشتغل بقى، بص عايزك تبدع، انا عايزك بص تعمل حاجات ما حصلتش. اي انا اعمل ايه دلوقتي؟ فهي دي بقى طبعا المشكله. فده طبعا كان يعني تقدر تقولي ايه كالتشر شوك شويه كانت بالنسبه لي يعني. بس فتصور اللي في الايجنسي بتاعك في مناي مش مستعمل ما تتاخد الدروس اللي عملتها في طيب يعني اكيد مش 100%، لان ستيل الجزئيه الثانيه من السؤال هي فكره المنتاليتي. طيب من 10 سنين او حاجه كان الموظف او الموظفين اللي كانوا موجودين ساعتها كانوا عندهم حاجه اسمها يعني ايه responsibility. هو متحمل المسؤوليه اوريدي. تمام. هو جاي لك هو اوريدي متحمل المسؤوليه. تمام. فحاسس دايما ان الشغل ده على عاتقه. فكان الموضوع سهل ان انت تimplement سيستم وان انت تعمل اللي انت عايزه والكلام ده كله. المشكله مع الوقت الكتير ومع التشينجز اللي بتحصل والبيهيفيرز عامه في الايكونومي هنا في مصر الموضوع بقى فيه اختلاف قوي. اولا احنا عندنا طبعا في جين زي، انا اي لاف ذم، ما عنديش مشكله، اكتر ناس كرييتيف في الدنيا. بس جين زي مختلف شويه عن ميلينيالز. الميلينيالز هم شافوا كل حاجه، شافوا الاوفلاين قبل الاونلاين، بس دي كوبت مع الاوفلاين ودي كوبت مع الاونلاين. دي كوبت مع التليفون اللي هو في البيت لما بيرن بسلك فانا هفضل قاعد ساعه ساعتين ماسكه، ودي كوبت ان في سمارت فون انا مش محتاج حتى ان انا اتكلم في التليفون وانا ممكن ابعت تكست. مشكله جين زي ان هو اتولد with only online، ما تخيلش الحياه عامله ازاي. فاولا مشكله ان في شورت اتنشن سبان، انت محتاج ان انت لازم تimplement الموضوع ده كل يوم خلاص. بس بالنسبه لي السيستم دايما it's about how to distribute my vision وان انا اقدر اكوميونيكيت الموضوع ده ازاي. وفي نفس الوقت في بلايرز عندي زي الاتش ار بالنسبه لي مهم جدا 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 جدا، مش عشان الهايرنج والفايرنج والبوليسيز، بس عشان خاطر يعرف يكوميونيكيت ازاي الفيجن بتاعت البيزنس ويديفلوب السكيلز ازاي ويبقى ماسك كل حاجه جوه الاورجنايزيشن عشان نعمل تيم ورك محترم فنعرف نطلع اوتكم محترمه. يعني دايما انا عندي الفيجن بالنسبه لي عندي كلاينت از نمبر 1. انا عندي كل كلاينت لازم يحس ان هو الكلاينت الوحيد اللي عندي. دي الاكونت مانجمنت ستايل بتاعي. فلو انت اتكلمتي مع محمد اتكلمتي مع اجدد شخص عندنا في التيم هتحسي نفس الموضوع. مش هتحسي ان حد بيكلمك او انت مثلا بتطلبي حاجه ولا بتاع، لا اصلا عندي شغل تاني مع كلاينت تاني مع كلاينت كده، مش هحس ان انت في الموضوع ده. لكن طبعا السيستم ده من ناحيتي انا كفيجن، بس من ناحيه كل الناس اللي موجوده
او التوب مانجمنت او الميد ليفل مانجمنت لازم نطبق طبعا السيستم ان هو يكون واحد عشان خاطر نقدر نكوميونيكيت الكور فاليوز بتاعتنا بس. طب ايه الترندز اللي تشوفها في الماركتينج والديجيتال ماركتينج؟ ترندز اوكي ماشي شورت فورم فيديوز. طيب اولا احنا لازم نعترف شويه ان تواجدك اونلاين هو مهم، بس هي الفكره كلها في الاوبجكتيف والبيزنس بتاعك ده عامل ازاي. تمام؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا دلوقتي اديني مثلا تايب اوف بزنس معين يعني في دماغك. سكاتش حلو. مثلا دلوقتي عندي سكاتش، طبعا هتبقى شهاده مجروحه مال اللي عامل ماركتنج. انا حافظ الموضوع ده، بس خلينا نتكلم مثلا في سكاتش عندي تو سايدز. انا عندي السايد بتاع البي تو بي او الامبلوير، وعندي السايد التاني اللي هو اللي بيدور على شغل. خلاص تمام. قبل اي حاجه احنا محتاجين نبني كوميونتي. يعني ايه نبني كوميونتي؟ انا بوصل سيرفيس معينه. I don't need to sell the service. I need to sell the value behind the service, the value behind me. وده اللي كنا عملناه اوريدي مثلا في سكاتش، ان احنا بدينا ان احنا نبني كوميونتي. الكوميونتي ده بنتكلم من اول ازاي تعمل السي في بتاعك، تمام، لحد التبس ان انت ازاي تعمل ده، لحد بعد كده ما وصلنا ان احنا عندنا الابلكيشن وفي جوبس ممكن تناسبك تقدر تقدم عليها. خلاص الفكره كلها the way you communicate. يعني انا دلوقتي عندي فيسبوك كان رقم 1، بعد كده رقم 2 بالنسبه لي هو تيك توك. التيك توك هو اكتر حاجه جايبه بالنسبه لنا النتائج من ناحيه كوميونتي، من ناحيه حتى كوست بير ريزلتس، من ناحيه حاجات كتير. ليه؟ عشان الكوميونيكيشن بقى دايما شورت فورم فيديوز، ان انا اعمل فيديو صغيره، الفيديو الصغيره دي اوصل بيها معلومات صغيره، لان الناس بقى عندها شورت اتنشن سبان. مش هقعد 2-3 اتفرج على فيديو عشان خاطر اوصل للمعلومه، طب ما انا ممكن اوصلها في ثواني. فحاليا الماركتنج از اباوت شورت فورم فيديوز، او ده ترند بالنسبه لي مهم جدا. حاجه تانية ان انت اي بزنس ان جنرال دي نيد تو فوكس اون كونتنت، وانا هنا بتكلم على فكره ان انت يعني ايه تو فوكس اون كونتنت او كونتنت ان جنرال. محتاج تقدم فاليو للعميل. لان انا هديك مثال، انت اكيد عامله فولو على السوشيال ميديا، انا عارف انت بتحب الانستجرام، اكيد عامله فولو للاكونت. اديني اي اكونت بس انت عامله لي فولو، جيب مي نيم. مثلا اكونت على سفر. اكونت على سفر ليه؟ يعطيني انسبيريشن، فيه معلومات بتاع السفر، حلو. فيه حاجات يديني افكار في ايه الاماكن اللي ممكن اروح لها. بس اكيد مش عشان خاطر هو بيبيع لك حاجه، صح؟ لا طبعا لا. value based content. يعني ايه value based content؟ دايما لازم عشان خاطر تبيع السيرفيس بتاعتك بي ثوت ليدر، وعشان تبقى ثوت ليدر استخدم السوشيال ميديا، مش ان انت تبيع، استخدم السوشيال ميديا ان انت توري الناس انت بتعمل ايه. يعني لو انا بعمل ماركتنج انا محتاج ادي تيبس في الماركتنج، لو انا هعمل تيبس انا محتاج ادي ان ديتيلز اكتر تيبس، او ان انا اعمل ورك شوبس للناس. مش معنى ان انت عندك المعلومات ان انت تقول تعالى انا اعمل لك، لا، give the information. هو ده اهم ترند في الماركتنج دلوقتي، give value for what you do. تمام؟ give the reason behind that. حته بقى الاستراكشر بتاع الكونتنت والكلام ده كله، انا كده كده يعني في ورك شوبس احنا بنعملها بنقول للناس ازاي تعمل الكونتنت بتاعك. يعني انا كماركتنج ايجنسي او انا كمحمد علي انا بقول لك تعمل ازاي ده، وبديك التابس وبديك ديتيلز وبعمل لك كوتشنج على ده. تمام؟ بس ده بالتالي لما بيجربوا، هو ساعات على فكره ناس كتير من الكوتش اللي هو تمام انت بص تقول معلومات زي الفل بس انا مكسل، ممكن تعملها لي انت، دي حاجه تانية. ماشي. بس المهم ان فعلا الناس محتاجه تحط كونتنت يدي ريزن للناس تعمل فولو. لان هو موضوع باختصار شديد جدا، انا مش هعمل فولو لحد بيقول لي بص احنا ممكن بنبيع الكوبايه دي بدل ما هي ب 10 جنيه هي ب 5 جنيه عندنا. اوكي، طب اللي انت تقوله اللي فيه خطأ الناس تعمله، اللي في الماركتينج يحاولوا دايما المسج بتاعهم انهم يبيعوا، فايه الاخطاء التانية اللي تشوفها برضو؟ الاخطاء التانية ان في الماركتينج ان جنرال ان انت تستخدم طبعا البلاتفورم اللي يكون مناسب للبيزنس بتاعك. ده طبعا بيزد على كل الماركتنج ريسيرش اللي بتعمل. الاول بس خلينا يعني قبل الخطا اللي في الماركتنج، اهم حاجه هي ماركت ريسيرش او البيزنس او البيرسونال ريسيرش اللي انت بتتكلم فيها. يعني انت محتاج ان انت تفهم الاول انت كبزنس او انت عندك برودكت هو هيناسب مين،
وبعد ما تعرف ده تعرف بقى البرودكت ده هو بيميت الفاليوز بتاعت الناس دي ولا لا. مفيش حاجه ان انت تصحى من النوم الصبح تقول انا عايز اعمل ماركتنج عشان انا عندي البيزنس الفلاني. نسبه النجاح فيه مش قوي، تمام، لان انت ما عندكش معلومات تقدر ان انت تبني عليها ماركتنج بلان. الماركتنج بلان دي هي فولود باي ماركتنج استراتيجي دي لمده معينه. طب انت هتجيب كل المعلومات دي منين؟ يعني مثلا هديك مثال صغير. احنا مثلا في الروما فيرس انا ومراتي، هي لما كانت بتعمل شمعة كانت بتعمل قهويه، فهي لما جت تتكلم معايا تقول لي ان احنا نعملها كبزنس، قلت لها اوكي ماشي، اعملي سامبل وتعالوا نجرب. عملنا سامبل، جربته، عجبني، بس هل ده معناه ان انا افتح بزنس؟ اكيد لا. فتاني حاجه عملنا باتش كده كبير صرفنا فيه فلوس، وزعته على كذا حد انا اعرفه وهي تعرفه، والناس دي كانت عباره عن السامبل بتاعتنا او الفوكس جروب بتاعنا. يعني وزعته على ناس ممكن تقول عليها في كلاس A، وزعته على ناس في كلاس B، وزعته على ناس في كلاس C، تمام، عشان اعرف والله هو اكتر حاجه هي ممكن تكون مفيده او ممكن يكون البيرسونا بتاعتي هي مين. فلاحظنا ان هي مثلا السامبل ده كان حوالي 50 شمعه مع 50 حد. طبعا بعتنا سيرفي، والسيرفي ده كان مهم. هل كل الناس ردت عليه؟ لا، بس على الاقل في 40 حد رد عليه. لما ردوا لقينا ان احنا مناسبين اكتر مع كلاس ايه، لان بقى في كومباريزن مع سي مثلا براند معروف اللي هو باث اند بودي وركس. طيب كده بقى عندنا برودكت، وكده بقى عندنا كاستمر بيرسونا او باير بيرسونا. نبدا نفكر بقى، طيب نبدا نعمل بزنس. طيب هنبيع لمين؟ اول حاجه هنبيع لنفس الناس اللي هم عملوا كذا، فانا بالتالي انا صنعت حاجه بعتها للناس دي، فبقى يبقى في بروفيتس، لان هم الناس دي طلبت ان هم يكونوا عندهم حاجات تانية. في نفس الوقت الكاستمرز دول هم اللي ادونا الانسبيريشن كمان في السنس اللي احنا بنستعملها. دلوقتي بقى عندي بزنس، ستارت اب، برودكت، وبقى عندي ريفيوز عن البرودكت بتاعي قبل ما انزله. ده بيكريت بالنسبه لي ماركتنج بلان. الماركتنج بلان دي طلعت منها ماركتنج استراتيجي، منها ان انا هقدر ان انا ابني بعد كده الكونتنت استراتيجي بتاعتي والدنيا بتاعتي تبقى عامله ازاي. انا خلاص عرفت مين الباير بيرسونا وعرفت مين كل حاجه. فاكبر خطا شائع في الماركتنج ان انت you're not prepared، لان الماركتنج بيبتدي من اول فكره البيزنس نفسها، مش بيبتدي ان انا مجرد ان انا نزلت بوست على السوشيال ميديا. يعني من اول لما تقول انا هفتح بيزنس هو خلاص هو ماركتنج. انا هختار اسم، اوكي ده ماركتنج. انا هعمل لوجو، هو ده ماركتنج. الماركتنج مش ادز، مش ان انا سبند ادز على السوشيال ميديا ولا ان انا اعمل اعلان على التلفزيون. كل حاجه انت بتعملها من اول لما يجي لك بيزنس او اول لما تفكر ان انت تفتح بيزنس هو ماركتنج. فالناس محتاجه تعرف ان الماركتنج ده هو الجزء لا يتجزأ عن البيزنس بس. طب خلينا نتكلم على ان نبتدي بيزنس. تمام ماشي. عشان انت عارفين ان انت كوتش للستارت ابس، ف ايه الحاجه اللي ممكن تقول لنا معناتها لو حد عايز يبتدي بيزنس؟ تمام. طيب عشان تبتدي بيزنس، او هو بص من ناحيه السؤال نفسه هو السؤال تريكي شويه، لان هو الفكره كلها الاول انت كاوبجكتيف بالنسبه لك انت عايز تبدا بيزنس ليه؟ هل انت عايز تبدا بيزنس عشان تعمل فلوس؟ وانا يعني مش عايز ان انا اصدمك واقول لك انت ممكن تعمل فلوس كموظف اكتر من انت وانت تعملها كبزنس. هل انت عايز تعمل ليجاسي معينه وحاجه ما حصلتش وبتاع؟ ممكن تعملها وانت موظف برضو. الفكره كلها ان انت تحدد الاوبجكتيف بتاعك ان انت تعمل بيزنس، لان البيزنس زي ما الناس بتقول لك على الجود سايد منه ان انت تروح الشغل براحتك وتيجي براحتك وبتاع. مش عايز اصدمك واقول لك، او مش عايز ان انا اصدم الناس واقول لها يعني البيزنس فيه دارك سايد كبير قوي. دارك سايد من ناحيه الستريس، من ناحيه ان انت بتشتغل تقريبا كونتينيوس 24 ساعه، حتى لو انت مش شغال في المكتب انت شغال في دماغك اوريدي، تمام. شايل هم، مش همك انت بقى بس وهم مصاريف بيتك والكلام ده كله، انت شايف هم مصاريف كل الناس اللي شغاله معاك، تمام. فانت لازم تبقى عارف ان انت ممكن ما تكونش غني من البيزنس ده. فرقم واحد، انت لو عايز تعمل بيزنس عشان خاطر فلوس كتير مش ده احسن اختيار. الاول انت لازم بتفتح بيزنس ده تحدد الاوبجكتيف بتاعك. الاوبجكتيف بتاعي الاولاني ان انا عايز افتح بيزنس عشان اعمل شويه فلوس زياده عن المرتب بتاعي. هو ده كانت الفكره بتاعتي عامه لما انا بدات في 2013، وكانت غلطه في نفس الوقت بقى اتخدعت فيها لما انا بدات وبتاع وجبت كام كلاينت. ايه ده، انا ممكن اكون مليونير، يلا نكبر التيم. لا انا هصرف فلوس، لا ده انا هسافر بقى امريكا بقى خلاص، ده انا اجيب كلاينتس من هناك. وبدات ان انا اكسباند البيزنس بشكل مهول، ما بقتش ان انا احس حتى بالبروفيتس. يعني انا فاكر اول سنه احنا جبنا $100,000 تقريبا كان نت بروفيت. I did not use اكتر من $10,000. $90,000 راح في البيزنس تاني. يعني التيم كان عندي اول سنه كان حوالي 5، اخر السنه
او يعني السنه الثانيه كان عندنا كام 25. هل انا كنت محتاجهم؟ مش عارف الصراحه انا كنت محتاجهم ولا لا. ما اقدرش لان الفكره اللي بقت اوكي ده شكلك حلو، شكلك انت تناسب الحته دي، فانا تعالى انا هلاقي لك شغل، تعالى خلاص انا بقى اكواير تالنت. اي كلاينت انا مش معاه اي حد، مع الوقت بقى في عندي خبره ان انا اشتغل امتى واروح امتى واجي امتى والكلام ده كله. انا شغال على طول طبعا، التاسكات ما بتخلصش عندي يعني 24 ساعه، المكتب بتاعي ما شاء الله على طول الناس موجوده فيه. بس مش اي بيزنس انا ممكن اشتغل معاه، يعني ما بقاش اي حد يقول لي انا عايز اعمل ماركتنج سيرفيس الاول اشوف والله انا ممكن اساعدك ولا لا. فانا مش كل الناس انا بشتغل معاها. انا من ساعه تقريبا 2021 وانا عندي تقريبا 8 كلاينتس، ممكن يكونوا زادوا 2 3، والحمد لله احنا عندنا ريتنشن عالي. فالفكره ان انا مركز معاهم، انا مش مركز ان انا اجيب اكونتس جديده كل شهر، يلا احنا هنجيب اكونتس جديده، يلا هنجيب اكونتس جديده. الاول انا كنت محتاج اعرف ان انا الاوبجيكتيف بتاعي ان انا اجيب مصاريفي ده اكتر ولا اقل. بعد كده والله بدا يبقى فيه فلوس زياده فده كويس. فدي غلطه يعني الناس لسه مش عارفه يعني ايه اوبجيكتيف البيزنس نفسه بس. طب let's say اللي عندنا واحد عارف ليه عايز يكون entrepreneur، ليه عايز يعمل ستارت اب، يبتدي ازاي؟ طيب نفس الخطوات. الاول طبعا انت محتاج تحدد ايه هي المشكله، تمام، اللي انت بتحلها. انت عايز تفتح ستارت اب او حتى بورنينج بزنس، تمام، انت محتاج تعرف هل انت عندك برودكت ولا سيرفيس الاول. طيب انا لو عندي سيرفيس او عندي برودكت، تمام، انا محتاج الاول بقى ان انا اعرف البرودكت ده هل هو مناسب ويتباع ولا لا، وده اللي انت لازم تعمله بالماركت ريسيرش والبيرسونا ريسيرش والكلام ده كله، تمام. بعد كده والله الريزلتس اللي طلعت من الكلام ده كله ان هو تمام خلاص. اهم حاجه بقى في البيزنس هنا ان انت you don't start big, you start small. you start ان انت تتست اوت. خلاص انا نزلت سامبل، عملت فوكس جروب، بقى في ريفيوز، بقى في الكلام ده كله، بدات اعمل كامبين. ما تصرفش كتير على انفنتوري. ولو انت هتعمل ستارت اب يعني هتعمل بقى ابلكيشن والكلام ده كله، بيلد ان ام في بي. ولو يعني الام في بي ده ام في بي يعني مينيمم فايبل برودكت، بالظبط، يعني زي حاجه احسن شويه من البروتوتايب بالظبط كده. خلي الحاجه اللي هو البيزك، يعني مثلا سي اوبر اول لما ما بداوش باوبر اللي فيها دلوقتي داتا ساينتستس ودنيا والكلام ده كله. هي كان اول حاجه بداوها احنا هنعمل ام في بي. الام في بي ده احنا هنعمل ابلكيشن بيوصل عربيه بحد عايز عربيه. طب هنروح فين؟ اول ناس راحوا لهم كان في محطه المترو، سوري محطه القطر. راحوا حطوا شويه ستيكرز وبتاع ان انت لو عملت داونلود الابلكيشن اسمه اوبر كاب، كان ساعتها اسمه اوبر كاب، تقدر ان انت تطلب عربيه بتمن التاكسي وهي عربيه ليموزين. طبعا الناس اوكي، فبدا يكولكتوا فيدباك. بعد كده بدا يكسباند اكتر. فالفكره ان هو دلوقتي اوبر بعد كام سنه، بعد 5 سنين تقريبا او 6 سنين بقى اوبر اللي احنا نعرفها. فانت الاول لازم تعرف انت البرودكت بتاعك هو ايه، بعد كده او السيرفيس بتاعتك هي ايه، او الستارت اب بتاعتك هي ايه. وبعد كده تبدا تتست اوت الستارت اب دي مع فوكس جروب الاول وتدرس كويس قوي. بعد كده ما تبداش كبير، يعني ما تروحش تصرف مثلا 1 3 مليون جنيه على التكنولوجي. لا، انت لو في طريقه ممكن تعمل بيها التكنولوجي بفلوس قليله اعمل ده. لو انت تعرف تعملها اعملها. يعني في نفس الوقت هاجي اقول لك لو انت هتعمل ستارت او هتعمل مثلا ابلكيشن، في a lot of tools دلوقتي موجوده تقدر ان انت تبيلد الابلكيشن بتاعك دراج اند دروب. لو عايز تعمل ويب سايت عندك ووردبريس، استغل ان التكنولوجي دي هي غايه، او سوري هي وسيله مش غايه. الغايه في الاخر ان انت بتعمل بيزنس عن طريق ده. يعني مثلا هرجع تاني لاوبر في الحته دي. اوبر اليوزر اكسبيرينس ريسيرش بتاعها في اخر فتره ان هو عايز اليوزر ما يقعدش اكتر من 5 ثواني على الابلكيشن. ليه؟ لان تاني هو هنا هو عباره عن وسيله بتربط السواق بالراكب. مش عايزك ان انت تسبند وقت طويل جدا على الابلكيشن، وعايز تك تك، ما ده هيقلل عنده في الكوست، لان انت عندك سيرفرز كتير، عندك كميه انستنسز كتير، عندك الكلام ده كله. فدايما ودي حاجه بشوفها غلطات كتير عند الناس، ان هي بيفوكس قوي على التكنولوجي. ده انا هعمل ابلكيشن ما حصلش، ده انا هجيب 14 ديفلوبر يبنوا لي في ابلكيشن ما حصلش. بتصرف فلوس كتير جدا. انا شايف فلوس دي ممكن يكون اولى بيها الماركتنج، اولى بيها ان انت تجيب كلاينتس، اولى بيها ان انت تجيب يوزرز، اولى بيها ان انت تبني كوميونتي،
قبل ما ابيع اي حاجه تانية تعمل لك البيزنس نفسه، لان بعد كده بروفيتس او الانفستمنتس هي اللي تبني لك البيزنس. ونرجع لكلمه اللي قلتها في الاول، اللي ايه المشكله بنحلها. مش المهم هو البرودكت، بالظبط، المهم هو انت تعمل ايه عشان تحل المشكله. بالظبط كده. فالفوكس يكون على الكاستمر، اليوزر بتاعك، مش انت عايز تعمل ايه. بالظبط، ده من اهم الحاجات، ان اليوزر هو اللي بيبني، الكاستمر هو اللي هيبني الابلكيشن، هو اللي هيبني البيزنس نفسه، مش انت او مش اي حد. يعني ما ينفعش ان انت تقول والله ده انا نفسي ان انا اعمل حاجه artificial intelligence بتقول لك تاكل ايه النهارده. اوكي ماشي تمام، يعني هل دي يعني مشكله كبيره؟ طيب يعني ما الناس كلها بتاكل وهتاكل عادي يعني مش دي مشكله كبيره. يعني انا شفت مثلا ستارت اب عامله تلسكوب، هل في مشكله معينه هي بتحلها؟ لا، بس انت تقدر تشوف النجوم وتقدر تشوف الكواكب وبتاع مش عارف ايه. طب يعني يعني فين الستارت اب؟ فين المشكله؟ مين التارجت اودينس بتاعك؟ دي حاجه بحلمين يعني بالظبط، بحلمين. ما الفكره كلها، وخصوصا هنا في مصر احنا عندنا مشاكل كتير جدا 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 جدا، مشاكل بيزك بروبلمز، حاجات يعني لايف ستايل بروبلمز. انا ممكن اصحى من النوم، من اول ما تصحى من النوم لحد ما توصل الشغل او لحد ما تروح بيتك بالليل انت بتقابل مشاكل. ازاي تحل المشاكل دي بالتكنولوجي؟ هو ده المهم. لان الفكره كل ما يكون الاودينس بتاعك كبير او الكاستمر اللي انت بتارجته كبير، كل ما التشانس ان الستارت اب بتاعتك دي تنجح. ما ينفعش ان انت تعمل ستارت اب عشان خاطر في 5 اصحابك نفسهم يبقى عندهم ابلكيشن مش عارف ايه. يعني لو اللي عمل مثلا سي ستارت اب مثلا اللي بتعمل تلسكوب، لو كان عامل ستارت اب مثلا ابلكيشن يديتكت المطبات قبل ما تلبس فيها، ده هيكون اكتر بكتير يعني، فاهم؟ مفيد. بس هي دي الفكره كلها. فطبعا ده اهم حاجه، يعني انت بميت الكاستمر هو عايز ايه، او تحل له مشاكله ازاي، يعني تكون مشاكل واقعيه. بالظبط كده. everyday problems، مش third world، مش first world problems يعني. بس طب ايه لو تقولي لنا في المسيره بتاعك مع ليمون ان اي، ولا لما كنت تشتغل في الشركات، ولا لما كنت موظف والا ككوتش، ايه التجربه اللي عمرك ما هتنساها؟ التجربه اللي عمري ما انساها؟ في تجارب كتير. خلينا نبتدي بواحده. ده سؤال حلو. طيب انا اشتغلت في كيس ستاديز كتير جدا، بس من اهم الستاديز او من اهم الحاجات اللي انا دايما ببقى شايفها ان كان في كلاينت ده هو كان ترافل ايجنسي. تمام، كان صعب شويه ماركت السيرفيس بتاعته. ليه؟ لان هو كان بيتارجت very specific niche of clients، الناس اللي بتدور مش luxury travel، لا above luxury travel. يعني اديك مثال بسيط، اي حد ممكن يروح الهرم ويدفع تيكت ويخش، حتى لو انت اجنبي هتدفع تيكت غالي شويه بس هتخش. بس هبقى ان انا اقول لك انت تعرفي ان انت ممكن اوديك الهرم private entry، وفي نفس الوقت ان انا اخليكي تطلعي في هليكوبتر تكشفي كل الجيزه بلاتو، بس بدل ما انت بتدفعي $5 هتدفعي $1500. فذات was a very big challenge بالنسبه لنا. فكانت تجربه كانت صعبه شويه، بس يعني الحمد لله برضو كان نفس الفكره ان احنا بنينا كيس ستادي بيزد على كونتنت، والكونتنت ده كان من اهم الحاجات ان احنا كنا بنعمل اكسبيرينسز او بنتكلم على اكسبيرينسز مش ناس كتير تعرفها. يعني مثلا كان في بوست من البوست او يعني فيديو من الفيديوز اللي احنا عملناها كان في وادي، حاجه اسمها وادي النبق. معرفش انت سمعت عن وادي النبق ده ولا لا؟ طيب وادي النبق دي هي محميه طبيعيه موجوده قريبه من شرم الشيخ، فيها شجر عمره ملايين السنين، وميكس كده مع البحر سالتي ووتر وبتاع ومش عارف ايه، بس تخش جوه تحس ان انت يعني in a different world. وفي حتى اشجار لونها كذا كذا كذا. هل كم واحد في مصر يعرف الموضوع ده؟ تقريبا مفيش. لما انا مثلا بوست ده ناس كتير بدات تسال وبتاع، فساعتها كانت يعني ان انا اورجنايز التريب نفسها ما كانتش رخيصه، بس ده فرق معانا قوي ان احنا كنا حرفيا هيدن جيمز. يعني بنتكلم على مثلا مكان اسمه كروكودايل ميوزيوم،
محدش يعرفه كتير. بنتكلم على اماكن كتير جدا 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 يعني، بس ده كان من الاكسبيرينسز المهمه يعني. ده كان من اهم التجارب الصراحه. احنا اتعلمنا فيه اولا طبعا يعني ان احنا اتعلمنا ان الكونتنت ماركتنج كان مهم بالنسبه لنا، وكانت تشالنج صعب شويه، والحمد لله يعني كلاس ده لحد دلوقتي لسه معانا يعني، بقى كام 2.5 سنين بالظبط. بس الماركتينج هو مجال يتطور قوي وديما نشوف فيه بعد ترندز جديد وتكنولوجي جديدة وكومبيتيشن وكل حاجة. فأنت محمد علي إزاي تطور من نفسك؟ إزاي how do you keep up؟ إزاي تكون متأكد اللي أنت دايما على علم بالترندز الجدد وبإيه الحاجات الجديدة اللي ممكن تستعملها عشان تكون في التوب؟ طيب أقول بقى على حاجة مختلفة شوية. اتعلم اللي أصغر منك. يعني ايه اتعلم اللي أصغر منك؟ يعني في الماركتينج والديجيتال ماركتينج I get my inspiration from young people أكتر من الناس اللي عندها خبرة أكبر. فكرة كلها وصي مع الوقت. ناس كتير بيحصل لها يعني ايه، عندهم منتال بلوك كده شوية، مش قادر يستقبل معلومات كتير، او مش قادر يذاكر حاجات جديدة، او مش قادر يتخلى عن طرق جديدة. انا بتعلم من التيم الصغير عندنا الصراحة. يعني انا عندي في تيم مثلا في ناس ماسكه مثلا تيك توك ده بيطلعوا منه شويه انسبيريشنز ما اقولكيش عامله ازاي. بيعملوا كونتنت كرييشن انا مش متخيل، بيعملوا فيديوهات توصل ل 200,000 و250,000 فيوز وبتاع اورجانيكلي. ففكره ان انا حد صغير هو شغلته ماسك الموبايل بيصور وبيجيب فيوز وبيجيب حاجات، احنا بنقعد ندرس الكلام والالجوريثم ومش عارف ايه والكلام ده كله، هو بيعملها ده عادي يعني، ده العادي ما عملش حاجه تمام. فالفكره كلها ان عشان خاطر تكيب اب وذ ترندز خصوصا في الوقت الحالي، احسن حاجه ان انت تتعلم من الصغيرين او تتعلم من الجيل الصغير، لان هو اولا هو باشنت اكتر، هو اوريدي اتولد في التكنولوجي دي، هو اوريدي ادابتد اكتر، فانت محتاج ان انت تتعلم منهم. انت بقى مع النوليدج بتاعتك هتعرف توظف ده ازاي، ده مهم. هو الفرق ما بين التو يعني تو جنريشنز او جين زي او كارنت جنريشن مثلا او ميلينيالز او الكلام ده كله، ان ميلينيالز بتوع نمبرز اكتر، جين زي بتوع كرييتيف اكتر. فممكن نعمل بقى الميكس ده بيطلع حاجه ما شاء الله. عشان كده حتى معظم التيم او في تيم بتاع كونتنت كريشن عندي صغير في السن، انا دايما شايف ان هم على طول انسبايرد من اكاونتس من حاجات تانية يعني فاهمين. انا مثلا ما بستعملش سوشيال ميديا كتير، يعني انستجرام مش بستعمله كتير قوي الكلام ده كله، بس هم بيقولوا لا ده في مش عارف ايه ترند ايه مش عارف ايه نعمل كذا، تمام اوكي ماشي اعمله هوبا الفيديو جايب 250,000 هوبا مش عارف فيديو جايب مليون، انتوا بتعملوا ايه ازاي عملتوا الكلام ده؟ فطبعا الحاجات دي يعني عشان دايما تكيب اب وذ ترندز محتاج تتعلم الجيل الصغير يعني. بس اوكي، يعني ما فيش نصيحة ممكن تديها لحد عايز يبتدي ولا هو اوريدي يشتغل في الديجيتال ماركتينج؟ مثلا لو فيه كتب، لو فيه بلوجز، لو فيه حاجات اللي ممكن يستعملها؟ طبعا. طيب اهم كتاب قبل ما اخش في الماركتينج قبل اي حاجة، اهم كتاب محتاج يقراه هو The One Page Marketing Plan. الكتاب ده مختصر كل الماركتينج تكنيكس ان انت تقدر تعمل استراتيجي ان وان بيج حرفيا. ده اهم حاجه. في ناس كتير محتاج ان هو يتابعهم، مثلا في دكتور مدحت ياسين من الناس المحترمه جدا يعني اللي عندها يوتيوب شانل وعندها تيك توك شانل بتاعها، محتاج ان هو يحضر الكلام ده كله، ينزل كوميونيتيز، يبدا يقدم نفسه لحاجات كتير. اهم بقى الموضوع ده كله ان هو ينزل انترنشيبس. بص الماركتينج كمجال هو واسع شويه، في كذا حاجه، في كونتنت كريتور، في جرافيك ديزاينر، في براندنج سبيشالست، في ميديا باير، في كوميونتي مانجر، في حاجات كتير. الاول انت عايز تشتغل في ماركتنج، مفيش حاجه اسمها ان انا اشتغل في ماركتنج على طول. ديفاين انت عايز تشتغل فين. طب انا مش عارف اديفاين اشتغل فين، انزل انترنشيب، انبيد انترنشيب، روح كده لاي ماركتنج ايجنسي، السلام عليكم وعليكم السلام انا عايز انزل انترنشيب، انا ما اعرفش، انا نفسي اشتغل في الماركتنج بس انا لسه ما اعرفش. اختلط الاول بالمجال، وممكن مجال نفسه ما يكونش يعني مفيد بالنسبه لك، بس انت ممكن جواه تكتشف ان انت كونتنت كريتور، ممكن جواه تكتشف ان انت مش هقول جرافيك ديزاينر يعني كجرافيك ديزاينر بتعرف ترسم من صغير او ان انت تعرف تستعمل فوتوشوب والكلام ده كله وانت صغير، فده تمام. بس تكتشف ان انت ميديا باير كويس، تكتشف حاجه معينه فيك فتقدر ان انت تثقلها بعد كده كمهاره تقدر تتعلمها منين؟ طيب
لو هتكلم في حته الميديا باين بالذات بيكوز يعني ده حاجه من الحاجات اللي انا مدام متخصص فيها وعندي خبره فيها كبيره جدا يعني. بس في الميديا باينج في ناس كتير بتقول لك في كورس ومش كورس وبتاع ومش عارف ايه والكلام ده كله. انا يعني مش عايز اظلم الناس، بس مشكله الكورسات او الناس اللي بتدي كورسات ان هي a little bit outdated. اللاندسكيب بتاع الديجيتال ادفرتايزنج بيتغير تقريبا كل يوم، تمام؟ احسن حاجه ان انت عشان تتعلم جوجل ادز او تيك توك ادز او فيسبوك ادز او ميتا ادز هم البرامج اللي هم دي ار اوفرنج. يعني مثلا انت عندك حاجه اسمها جوجل سكيل شوب، في حاجه اسمها ميتا بلو برنت، في تيك توك ليرنينج سنتر عشان تعرف تعمل ده من اهم الحاجات. والتاني بيقدم تكست وبالعربي لو انت عايز تكست بالعربي، وبيقدم كونتنت بالانجلش فيديوز او تقريبا مش عارف حطوا كونتنت بالعربي ولا لا. وكمان مثلا تيك توك عامل حاجه لذيذه قوي، ان انت لو عملت البيزنس اكاونت بتاعك او ان انت عملت الميتا اكاونت، هو حرفيا بيعمل ويبينار تقريبا اولموست كل اسبوع. جس وات، كل ده ببلاش، انت مش محتاج تدفع لحد. انت محتاج ان انت تروح تتعلم المهارات دي من الناس اللي انت هتشتغل معاهم، وده هيكون اسهل. فعشان تبدا في المجال زي ما كلمت، رقم واحد ان انت محتاج تتابع الناس لسه مش عارف انت ايه في الماركتنج والكلام ده كله. محتاج ان انت تنزل ماركتنج ايجنسي كانترنشيب او كانترن، وساعتها هتقدر ان انت تبدا في المجال يعني. بس طب قلت لي تتعلم من الناس، من الناس اللي يشتغلوا معاك ولا من الناس اللي تشوفهم in general. فمن الشخص اللي في مسيرتك من اللي بتبتدي تشتغل اللي مش هتنساه ابدا وليه بقى؟ بص، هو weird question عشان هتبقى weird answer شويه صراحه. من اكتر الناس اللي فرقت معايا في 12 month اللي فاتوا او في خلال السنه اللي فاتت في حياتي in general هو انت. انا I mean it. اوكي، انا عارف ان هو هتبقى يعني weird answer شويه، بس انا كان منتاليتي بتاعتي حاجه، ولما انا قابلتك كانت منتاليتي تانية خالص. خلاص، وتعلمت منك كتير. يعني من الحاجات اللي انا اتعلمتها منك يا ريم بصراحه، اولا فكره البيزنس مايند سيت. البيزنس مايند سيت دي قليل قوي ان انا اقابلها. يعني قابلت ناس كتير وانا صغير، بس مع الوقت بيحصل لك زي صدى كده، يعني بيحصل لك يعني جيت راستي، تمام، مع الظروف مع الدنيا مع الكلام ده كله. فبتبقى محتاجه دايما الانسبيريشن، والانسبيريشن ده الصراحه لقيته فيك من اول مره انا قعدت معاكي. وانا اي فيلت لايك يعني انت منتور بالنسبه لي. مش بقول انا عارف ان هو ويرد انسر انها تطلع في بس يعني I've learned a lot throughout السنه اللي احنا فيها دي منك كتير جدا. اتعلمت يعني ايه بزنس مايند سيت، اتعلمت يعني ايه بزنس مانجمنت، اتعلمت يعني ايه ان انا ابني النتورك بتاعتي ازاي. وده كان من اهم الحاجات اللي انا فعلا اتعلمتها في الفتره اللي فاتت. فده فعلا يعني وات ايفر طبعا، يعني اي هوب يعني الريليشن دي مكمله مع بعض عامه. ف I really appreciate ان انا قابلتك من سنه الصراحه يعني. بس ميرسي قوي، ما كنتش مستنيه I'm really flattered. ده كده مثلا في الحته بتاعت البروفيشنال بزنس. كشخص اثر فيا بقى حياتي عامه هي مراتي والكلاب بتاعتي. هو غريب شويه، بس من اكتر الناس برضو فرقت. يعني كل واحد في حياته عامه بيعدي على كذا يعني محطه معينه. فوانت صغير بتعلم حاجه من حد، بعد كده ما تكبر شويه وانت تين ايجر بتعلم حاجه من حد، بعد كده when you start to grow up، تمام، واللي هي فكره الريسبونسبيلتي والكلام ده كله، بيجي حد ممكن يغير تفكيرك تماما في حاجه معينه، فيبقى فعلا في حاجه اسمها life partner. This is what I found in my life، يعني in my wife الصراحه. يعني انا مراتي بالذات هي فرقت معايا. انا كان عندي 29 او 30 سنه لما انا اتجوزت. I did not expect my life would be changed in the right way، ويبقى في زي بوصله كده اتغيرت 180 درجه بطريقه تفكير، بطريقه منطقيه، باللوجيك بتاعي، بالكلام ده كله. فالصراحه لا، يعني الموضوع مختلف. الكلاب بتاعتي الصراحه هي بتدي بقى البوزيتيف انرجي يعني كل يوم. بس فده on a professional and on a personal level يعني. بس واو، ده شهاده عظيمه. Thank you. I hope اللي مراتك هتسمع الكلام بقى. I do really appreciate it يعني. خلينا نختم الحلقه اكيد بكلمه واحده. لمين؟ فلو عايز تقول كلمه تلخص بيها مسيرتك المهنيه.
بكلمة واحدة ألخص بيها مسيرتي المهنية. persistence and يعني التكيف على التغيير، أي تغيير. adaptation to any changes that happens in your life. adaptation إن أنت لازم تتقبل كل ظرف بيحصل لك أو بيحصل لغيرك. لازم تتقبل ده وتعرف إن أنت إزاي كل يوم تصحى الصبح تقدر تواجه المواقف دي. كلنا حياتنا عبارة عن 99% منها مواقف صعبة، 1% بس هي المواقف اللي انت ممكن تكون فرحان فيها. فانت محتاج تتقبل ده. You don't have to complain خالص. You have to adapt to any change that happens in your life, whether it's positive or negative. ما تخافش من التشينج يعني. بس فده لو هلخص حياتي هلخصها في الحتة دي. الادابتيشن عندي عالي شوية. بس كده. وطبعا في اخر حلقه يعني طبعا بشكرك ان انا اكون معاكي، واشكرك على الصدفه الجميله اللي خلتني ضيف في البودكاست ده. شكرا. انا بشكرك فعلا. دي كانت فرصه كويسه قوي اللي اتعرف عليك كشخص. ميرسي جدا. كبزنس كوتش. ثانك يو. بعد ما كنت بزنس بارتنر. ثانك يو. ميرسي قوي. ميرسي. شكرا.